مثلا جمعه من الرجاء مازال ما عنديش مساله ديال الجمعه من الرجاء مازال ما كاع اللي كيهضروا دابا كلشي اللي كيهضر في اطار التوظيف. جمعه من الرجاء مازال الملامح ديالو يمكن الجمعه من الرجاء خصو تاريخ، ما خصو حتى شي حاجه. اكزاكتومون يمكن مارتينو الثلاث غيعلنوا على التاريخ. الجمعه من الرجاء خصو تاريخ. خرج تصريح رسمي ديالو في راديو مارك قال ها 48 ساعه على اقصى تقدير الاثنين. هذا رئيس اليوم الخميس راه لاعب مشات. اليوم احنا راه وراه باقي ما تعناش على الجمع العام. الا كنشوفوا الوضعيه اللي فيها فريق الرجاء راه ما مرتبطش ب 30 يونيو. راه قلت شحال من مره راه ممكن دابا يعلن على جمع عام من اجل انتخاب رئيس جديد ويجي الرئيس كما وقع في عهد البدراوي. راه البدراوي ملي بغى يمشي راه ما بقاش يقول لهم 30 ولا صافي، دار جمع عام قدم استقاله، جاب بودريقه كمل، وفي النهايه ديال الموسم دار جمع عام اللي تقدم فيه التقرير الادبي والمالي. حيت ما يمكنش تاريخ الحسابات 30 ابريل وتعاود يدير واحد لا التقرير واحد كيتعطى واخا يكونوا 3 ولا 4 الرؤساء، ولكن التقرير ديال الموسم كيتعطى كتبان فيه الحسابات ديال كل مرحله اشنو كان فيها. بمعنى الى اليوم بيروين باغي يعلن على الجمع العام ما كاينش شي حاجه اللي غتكون تمنعوا انها يعني يكلاري الجمع العام ويفتح باب ديال الترشيحات باش يبدا. كل نهار كيتزاد، كل نهار كيتنقص من العمر ديال الرجاء، كل نهار كيزيد الضغط فريق الرجاء الرياضي. اش كاين في الرجاء الله اعلم. حتى الساعه مابقاوش قادرين يديروا ما كاين رفع منع حتى الساعه، لاننا كنتصل بالناس مثلا المحامي اللي شادين ملفات ديال النزاعات ما حتى شي واحد ما بعد 4 ملفات ما هضر فيهم حتى شي واحد. مروان هدهودي، مروان فخر، فتح الرباطي، مكعازي، مبارك، 5 الملفات كنعرف الناس اللي شادت بهم لحد الساعه ما كاعش. وكلاء اللاعبين لحد الساعه كيتسناو باقي ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين رفع مع وكلاء اللاعبين، ما كاين تعاقد مع لاعبين. اشنو كيدير المكتب المسير الحالي داخل فريق الرجاء الرياضي ما عرفتش يقول اش كيديروا داخل فريق الرجاء. الا كنتي غتجي باش تخلص تشد الفلوس وتخلص لاخر الشهر الموظفين، راه موظف يدير هذه العمليه، ما تحتاج تكون رئيس ولا هذا وتجي دير العمليه. موظف في الرجاء يسيني على كل واحد عارف الصالير ديالو ويدوز لهم الصالير وصافي، واللاعبين كذلك. هذا التكسير ايضا غادي يكون صعب لانه غاسر بعد الصناديق. انت ما باغيش تمشي، انت ما باغيش تعلن على الجمع العام، الناس كيسولوا، المنخرطين كيسولوا، وكل شيء بني حتى هذا المشروع ديال الشركه باش يتفعل ويتسرع بني على جمع عام. حيت هادشي فين غيدوز؟ راه غيدوز في جمع عام. شكون اللي غتكون عنده الصفه باش انه يسيني لي كونفونسيون ويناقش مع؟ راه هو الرئيس اللي غيكون واللائحه اللي غتكون ولا المكتب المسير الجديد اللي غيكون. دابا انت كتعطل الوضع ديال الرجاء باش يخرج ولا باش يدير يعني ديرو كريتمو ويجيب لاعبين ويلقى حلول رأي جديد، كتعطل باش هذا المشروع يتسرع وتاخذ الميزانيه اللي تقدر تخليك تنفس وانك تسير الرجاء ولا تجيب كتعطل. وشنو فين مصلحه الرجاء زعما؟ شنو التفكير اللي عند المكتب المسير الحالي ولا اللي عند بيروين باعتباره كرئيس حالي للاستقبال ديال الرجاء؟ ما كاينش رؤيه واضحه، ما كاين حتى شي حاجه. الا ما قدرتيش دو فوكي جمعان باغي ترشح فوكي جمعان، اشنو كتسنى؟ اشنو كطلب رسمي المنخرطين ومن هادو قول لهم الله يخليكم خليوني ندير ريكريت وندير كذا ونكونفوكي الجمع العام، ماشي ما كندير والو، ما دير ريكريتمون ما مقاد ما دير بروتوكولات ما دير حتى حاجه. واش مشكل؟ راه دابا شوف، راه دابا كنتكلموا مني بدا السي عبد الله اللاب شحال من ملف تحل في النزاعات. يلاه جوج الملفات تقريبا اللي عارف انا، ملف ديال الدفاع الحسني الجديدي كان تقريبا شي 50 مليون وخداو 40 في الانتقال ديال حدراف وسميتو مذكور. هذيك الفلوس اللي جمعوا المنخرطين زادوا عليهم 4 مليون للمكتب والترفات. اما المبالغ الماليه اللي كنا تكلمنا عليها ودخلات للرجاء لحد الساعه باقا فين تصرفات كيفاش تصرفت راه باقي ما حتى واحد ما عارف. يعني خاص الناس من ذاك الوقت كان خاص بدا عمل، وقلنا هذه شحال هذه التحضير للموسم المقبل، لان الموسم ديال الرجاء ساله تكلاسا 6 5 كذا ما غيغير والو في الواقع. الرجاء الرياضي كان خص يبدا العمل من ديك الساعه، يتصلوا بالناس اللي عندهم ليتيج، يشوفوا اللعابه اللي باقي ما جدوش يجلسوا معاهم في ديك الوقيته باش انهم يجدوا. دابا اللعاب راه ساهل الموضوع، ارتاح يعني هو في موقع قوي يناقش معاك ولا ما يناقش معاك، يجي عرض يهز حوايج ويمشي. ما راه هي اللوكا ديال حسين هو مشى للعين الاماراتي زعما ما عندش الراجل حق طالب فيه حتى شي حاجه من غير مصاريف ديال التكوين. يعني ملي غيجيو 5 ولا 6 لاعبين اللي كانوا هما اللي كتقول بين قوسين فيهم الضوء الفريق الرياضي، هما اللي بيلي اللي كنتمعوا عليهم كلهم غادي يمشيو. واش عندك القدره الماليه باش غتجيب لاعبين في القيمه ديالهم او افنهم؟
وفينا هما هاد اللاعبين في ظل الصراع اللي كاين دابا. الوداد داخله على مجموعه من الصفقات، بركان غتجدد يعني الصفوف ديالها لان لاعب عصبه الابطال. الجيش الملكي كذلك كتشوف دابا الجمهور اشنو داير كضغط على المسؤولين، المطالبه برحولين، خصنا اداره، خصنا اداره تقنيه، خصنا يعني لاعبين مستوى مع الجماهير من غير الانديه الاخرى اسفي الماس اللي تا هما دابا غادي يقلبوا على تعاقدات جديده. يعني انت ماشي بوحدك ومازال كتضيع هذا الوقت. انا بالنسبه لي كان خصو يتربح يتعلن على الجمعيه، واللي يقدر ان يقنع المنخرطين ويدي عدد اكبر من الاصوات يكون رئيس ويبدا يشتغل على العمل من دابا. وهذا الشيء اللي استفاد منه في الموسم الماضي. دابا بودريقه بكري واخا كانت خساره ديال اللقب كنظن كاس العرش مع نيت مع، وبدا الاعداد للموسم، جاو لاعبين، بدا موسم راه باينه جوج ديال الالقاب في موسم واحد. فباش يعني نستافدوا من التجربه اللي هي عاشها فريق الرجاء الرياضي وكان فيها بيروين ماشي ما كانش. ما عرفتش شنو التصور، بغيت نفهم شنو كيديروا دابا ما حتى الساعه. هذا اللي كيجد اللي كاين هو انه لحد الساعه مشاورات كيفاش مبارك عرفت هو عنده ليتاج لان عنده منحه ديال التوقيع 150 130 مليون و 134 هي الكوفر صالير، الفرق بين الصالير بين الرجاء والاماراتي. فهو ما كانش عنده 100%. مشى دابا ملي كيجي اللاعب كتنيغوسي مع الكومبريتي كتكون هي غتعطيه انت الصالير ديالو 100%، هي فرقته كتبقى تعطيه الصالير ديالو 100%، هي دي واحد النسبه من الصالير ديالو. هذا هو اللي كيكون جزء من الاتفاق. هذه القضيه ما خداش كيما ما خداش داك بن عيان 70 مليون هو الى اخره. نلقى كبيره عن فريق الرجاء الرياضي ديال ليليتيش. بالنسبه للاعبين اللي هما المذكوره اسمائهم راه عندي ما قلنا لا هذاك هذا اللائحه راك ديال فريق الرياضي. انا عندي اللائحه اللي خصهم يتخلصوا دابا يعني المنع المحلي فيه 800. كاين حمزه خابه، مراد هذا وقيل وكيل، جوليان بول، محمد عزيز، الشافعي عبد العزيز، لا انا مرافق جوج مرات، يوسف اي راه جاي ديك 70، ادم الخلفي، فراسيل، مروان الهدهودي، صافي مجدي، هلال الطير، يوسف اوجدال. هذا هو الاسم اللي هضرت عليه ديك النهار، انا اول مره كنسمعو في الليتيج عنده 88 مليون. يوسف اوجدال ما عرفتش امتى تعاقدوا معاه، واش كان من الفئات الصغرى وطلع ولا هذا، بعد انا ما عنديش فهد. يوسف هيثم بهجه، حرفي محمد، المهدي مبارك، مروان فخر، فتح الرباطي، ومحمد مكعاز. دابا انت راك ظريف ما قلتيش لي مونطون، انا والله تنقولو انا غنقول لي مونطون ونكمل غير ديال الفيفا. كان تقريبا 4 5 وتزاد ارفي. المهم اللي عندي دابا 1 2 3 هما هادو 5. كاينين جوج بابينتو تا هو راه صيفط لاجون ديالو تا هو صيفط ما يتخلص. كاين بوكاسي تسمح لي، وكاين غوسلاف هذا المساعد ديالو، كاين روزمير، وكاين كان المساعد ديال زيمباور هذاك ولكن مش معاه ورجع طالو، وكاين ارفي عنده تقريبا واحد 60 مليون. عنده جبر الدار منع في الفيفا تقريبا 140 مليون دولار. شحال 440 مليون سنتيم يعني 400 الف 30 وفي المحلي 3 مليار و300 مليون. هادو هما الاسماء اللي دابا خاص الناس تخدم عليهم. لحد الساعه راه باقي ما خدموش عليهم، لحد الساعه راه باقي ما خدموا عليهم، ما اتصلوا بهم، ما حتى شي حاجه. كنظن الملفات الكبيره هي مكعاضي، عرفنا مشى كان المستحقات ديالو تقريبا 2 سنين. لا اكبر من فول هدهودي ومروان فخر اللي عنده دوبل. الملفات الكبيره كاين مروان هدهودي، مروان فخر، وكاين مكعاضي، وكاين الفيس عندهم الفتح الرباطي عنده رقم مهول، عنده 400 عنده 415 مليون 415 مليون اللي هي النسبه ديال الانتقال ديالو ديال الانتقال ديال الموهوب. لا فيها النسبه فيها البونus لان تقريبا 40 مليون ديال كاس العرش. كنظن ديال كاس العرش اللي لعب فيها. انا اللي غريب في هذا الشيء هو ان هلال الطير في فتره الاشتغال ديالو مع البدراوي كاين غريب وعجيب. وانا مره فخر دوبل فخر هضرنا عليه هذاك عنده جوج راه حقو ولكن سير اللي داروا مسؤولين الرجاء ماشي سوء التسيير. لا سوء التسيير هذا فات سوء التسيير فهمتي. ملي تيولي راه تاع الشافعي عنده جوج راه باش شوف لاجون
لاجون خدمتو يقدر يكون عنده جوج وثلاثه واربعه، لان كل مره كيجي من اللاعب كتعامل معاه في هذه الصفقه ما كتخلصوش تولي ليتيج، كتعامل معاه في الصفقه تولي ليتيج. هادشي اللي يجي خصو يخلص خصو يحبس بهذا الشيء اللي غادا فيه الرجاء حاليا. ملي غتجي المبالغ الماليه خصها تصرف بطريقه اللي هي معقوله، وماشي راه قلتها البارح في الشق التقني ماشي هاد الناس اللي كاينين دابا هما اللي يجيو يسيروا، خاص الناس اللي يجيو يسيروا كل مدير ريادي بمعنى الكلمه بتجربه بشواهد يجي ويدير العمل ديالو كما ينبغي، ويكون يعني ربما لجنه تقنيه باش يعني يدرسوا ديال اللاعبين بغض النظر على شكون الوكيل، ولكن اللاعب واش كيليق ولا ما يليقش، لان احيانا كتولي العلاقه اكثر من الجوده ديال اللاعب، واش اللعاب في المستوى ديال فريق الرجاء الرياضي ولا لا. وهذا الشيء اللي خلى مجموعه من اللعابه يجيو هذا الموسم يقدروا يلعبوا وقيله في الدوزيام ديفيزيون وهازين التوني ديال الرجاء، لان كتسبق المصالح شخصيا مع فلان صح ديال هذاك اللاعب واش مزيان ولا ماشي مزيان، واش يليق في الرجاء والبروجي ديال الرجاء ولا ما يليقش فيه. ما انا غنجاوبك جواب. اعطيني شي صحفي من دوك الصحفيين دابا كاع اللي كتباهى بهم في التاريخ يعطيك التقرير المالي ديال الجيش الملكي، يعطيني واحد شحال ديالنا على راسي وعيني اساسي ديالي، اعطيني واحد فيهم يقدر يقول لك التقرير المالي ديال الجيش الملكي، ماشي معاك بعيد. اعطيني شي نهار شي مسؤول ديال شي ديال داز في الكره المغربيه يعطيك التقرير الملكي، ماشي 10 ولا 20. بغيتي هذا وسم بالعودي غنجيو غنهرسوا حيط وغنتموا زعما وحنا هما سوبرمان. واضحه دونك بلا ما الانسان يبقى يتخيل شي مخيل شي حاجه ما كايناش. نقولوا واضحين. نهضات بركان امر غير رئيس العصبه وجاوب بالنيابه قال لك اودي كاين وكاين، ومع ذلك انا لا اتفق مع الجواب. ماشي دور الناس ذات بركان، والناس ذات بركان يتحاوروا غنسولوا ديك الساعه فين التقرير المالي وعلاش كتغيبوا على الاخوان باش يشوفوه. خصنا لان بزاف الناس باغا تفهم كيفاش هذا الفريق بهذه الطريقه هذه فين كاين المصادر تمولوا اولا فين كاين القوه فاش يجري الريد ديالو فقط، هذا اقل ولا اكثر. لكن اعيد راه ما عندك حتى شي على الفريق تقول له شنو كتخصو كاين حتى سلطه. هو المجلس الاداري اللي عندهم ياك السي محمد العودي والمنخرطين يقدروا يهزوا دوك المسائل ويمشيو عند السلطات ويطعنوا ولا يديروا ولا يطلبوا بالشفافيه ولا يطلبوا بالنشر ولا يطلبوا هادشي اللي كاين. اما الاعلام ولا صحفي ما عندكش من غير مصادر، كل المصادر اللي غتعطيك الامور اللي كاينه لداخل كيكونوا كلهم بعدا شكون امين المال اللي يعطيك وراه امين المال اللي يعطيك دابا ولا في الشركه ديريكتور في المدير المالي غيعطيك ارقام ولا يعطيك خصو هو يمشي للحبس ولا خصهم يجريو عليه على خيانه الامانه، لان ديك الارقام تتولي كونفيدونسيال من غير ما كتنشرها. اما يمكن يقدر يكون اجراء مستقبلا. انا كندعي العصبه بان مستقبلا تنشر الوضعيه الماليه للفرق السي محمد. لما لا؟ نشر العصبه هي تكلف بنشر التقارير. العصبه نشرت غير الليتيج ما الصداع، الليتيج ما بقاتش كتنشر على الصداع. علاش ما بقاتش كتنشر؟ حيت الصداع حيت كان ضغط الرؤساء ما عجبهمش الحادث ديال الحوايج، الرؤساء والمحاميين مكلفين وهذا هذا هو علاش. فكنظن بان نتمنى نوصلوا لهذا هو ديال الشفافيه. وراه قلنا شحال من مره الا كيقولوا الناس الوداد خذوهم قدوه الوداد والرجاء ملي كينشروا التقارير الماليه ديالهم يعني في الجموع العامه وكدوز لايف وكل شيء كيتعرف عليها، حتى الانديه الاخرى نشوفوا التقارير الماليه ديالهم. الا كاين تكافؤ الفرص في كل شيء خصو يكون حتى في هذا الشيء في اطار المعلومه، في اطار يعني الشفافيه، في اطار ان تعرف مصادر التمويل ديال الانديه، لانها في الاول والاخير جمعيات رياضيه ماشي اسرار ديال الدوله. علاش مثلا من بركان ما يمنع ياك جمعيه رياضيه وشركه رياضيه عاديه شنو ما يمنع نهضه بركان تنشر، ما يمنع انديه اخرى انها تنشر للاسف. يعني وكيديروا الدارجه كتعرف عليهم حتى شي حاجه، ما كيحضرهم صحفيين، ما كتعرف شنو وقعوا في الجموع العامه ديالهم، وهذا زعما كتخليه هنا شويه ديال ما كاينش واحد التكافؤ ديال الفرص في هذه الاشياء. في عطينا الوضعيه الماليه للوداد كنعطيوها لها وكنعطيك الليتيج باش نجيب الارقام ديال الوداد. حنا هنا شنو كاين ياك عقلتي كانوا الناس بداو كانوا صحفيين خرجوا كيجاوبوا بالنيه احتراما. انا راه السي محمد العودي احتراما لهذوك الاخوان الاصدقاء ديالنا ما بغيتش ندخلوا معاهم في شي حاجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.